بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. بناتي واخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد وقصة جديدة وكلمتين من القلب. بس قبل ما نسرد الفيديو، قبل ما نقول القصة اللي فيها عبرة وفيها حكمة، ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة. ويلا ندخل الفيديو ونشوف الدنيا فيها ايه. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه واحد من الأئمة الأربعة، وكان من العلماء اللي كانوا بيهتموا بعلم الفراسة بجوار علم الدين. كان بيحب جدا يقرأ ويطلع في علم الفراسة، وكان قعد 3 سنين كرسهم كده ان هو يدرس علم الفراسة. علم الفراسة يعني ايه؟ يعني ان هو الانسان لو شاف اي واحد قدامه من خلال ملامحه، من خلال شكله، يعرف اذا كان الانسان ده كريم او بخيل، شرير او طيب. يعني ده جزء من علم الفراسة. تمام. فالمهم الامام الشافعي كان في البلد ديت، وكان بيتلقى العلم على ايد شيخ جليل للعلم في مجلس العلم. في راجل كان قاعد جنبه، وبعد كده هو بعد ما قاموا وخلصوا مجلس العلم راح قال للامام الشافعي: طبعا انت غريب. قال له: ايوه. قال له: طيب خلاص، يعني اهلا وسهلا بيك في بيتي. فالامام الشافعي عمال يبص له. كل علم الفراسه اللي درسه الامام الشافعي بيقول ان الراجل ده بخيل، لكن الامام الشافعي ما باليد حيله. كان طبعا غريب في البلد ديت، فطبعا استجاب لدعوه اخوه المسلم وراح معاه. فالمهم اول ما راح امر زوجته ان هي تجهز لهم الغدا. الست جهزت الغدا وجهزته على اكمل وجه. اكلوا وانبسطوا، وبعد كده هو اول عشاء واكلوا وانبسطوا. وبعد كده هو نام. الامام الشافعي جاي ينام في الاوضه اللي كانوا بياكلوا فيها. راح الراجل قال له: لا لا لا، انت مش هتنام في الاوضه الصغيره، ازاي ينفع الكلام ده؟ انت تنام في الاوضه الكبيره. راح فتح له الاوضه الكبيره وراح نيمه فيها. بس فالامام الشافعي ما نامش طول الليل، قاعد يتقلب. قال لك: ده كل حاجه بتقول ان الراجل ده بخيل. انا طبقت عليه علم الفراسه، كل حاجه بتقول ان الراجل ده بخيل، شكله وصفاته وملامحه. طب ايه؟ طب انا قضيت كده 3 سنين اضاعوا على الارض. فالامام الشافعي ما نامش يعني خوف على علمه وخوف على وقته. ف جه الصبح صلوا الفجر، وبعد كده الراجل امر زوجته انها تجهز الفطار وفطروا. وبعد كده هو الامام الشافعي طلب من الراجل ان هو يمشي ينصرف، وقال له: جزاك الله خيرا، وان شاء الله لما تجيني بلدي هعمل معاك الواجب، ولما تجيني بلدي هرد لك الواجب والخير اللي انت عملته معايا. فقال له: لا، عندك. هو انت فكرك ان انا عملت كل اللي انا عملته ده اكرام من الضيف؟ قال له: امال انت عملته ليه؟ قال له: لا، كل حاجه بفلوس. العشاء بكذا، ان انا نيمتك في الاوضه الكبيره اللي في بيتي، وانا نمت انا وزوجتي وولادي في الاوضه الصغيره بكذا، ان انا صحيت الصبح خليت زوجتي تجهز لك الفطار، وان انت فطرت بكذا. كل دوت بكام؟ ب3 دينار. راح قال له: لا، ده انا هدي لك 10. انا هدي لك 10 دنانير، لان انت اثبتت لي ان علم الفراسه ده علم حقيقي وعلم صح، ولما طبقته عليك عرفت ان انت ان انت راجل مثلا بخيل. فعايزه اقول لكم ان علم الفراسه ده من العلوم الجميله جدا اللي اندثرت. دلوقتي انا نفسي بحاول ان انا ادور على اي كتاب يخص علم الفراسه مش لاقياه، او بشوف اي كلام مكتوب على النت عن علم الفراسه، انا برضك مش لاقيه العلم دوت. اللي يلاقي كتاب او يعرف كتاب بجد، دي يعني انا بسال اخواتي وحبايبي، اللي يلاقي كتاب يخص علم الفراسه يقول لي عليه، ننزله من على النت ونشتغل عليه. لان بجد ان انت تقعد مع ناس سنين وتضيع سنين من حياتك عشان خاطر في الاخر تكتشفهم من مواقف ومن حاجات، ده شيء صعب جدا. لكن علم الفراسة بيخليك في نفس اللحظة او في نفس الوقت او في نفس يعني اول ما تشوف انسان بتعرف اذا كان كويس ولا لا، اذا كان طيب ولا لا، اذا كان شرير ولا لا، اذا كان بخيل ولا كريم. فعلم الفراسة بيبين لك حاجات كتيرة جدا. فلا، هو علم جميل ومفيد، ويا ريت لو اي حد يعرف كتاب او اسم كتاب يا ريت يبعت لي في الكومنتات. وما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.